السلام عليكم. يلا بينا نجهز الثلاث شمعات دي. هنا دي كانت اخر تجربة ليا في انواع الفتايل. خلاص بعد التجربة دي هبدأ ان انا بقى اعتمد نوع فتيل معين هو اللي هيمشي معايا على طول واستمر عليه. بعد كده هوريكم ايه اللي خلاني اني اجرب كذا نوع فتيل. المهم دلوقتي احنا هنبدأ ان احنا ننظف الجار بتاعنا من الداخل. لازم ننظف الكيس بتاعنا قبل ما نبدأ ان احنا نركب عليه المجسمات بتاعتنا. هنا انا استخدمت قطعه قماش مايكرو فايبر، دي افضل نوع من انواع الاقمشه اللي بتنظف الزجاج. وطبعا السطح الخارجي من الزجاج مش مشكله، كده كده هنعيد تنظيفه تاني واحنا بنعمل الاستيكر. بعد كده هبدا اني اسيح السطح بتاع الشمعه علشان نلزق عليه المجسم بتاعنا. وهنا هبدأ اني اعمل ثقب في الوردات بتاعتي. اهم حاجة في النقطة دي معلومة مهمة جدا يمكن ما تكونوش سمعتوها كتير. اهم حاجة عند ثقب المجسم بتاعك لازم تسخني الابرة بالهيت جن. اوعي تسخنيها على ولاعة او على نار او على حتى شعلة شمعة، ده هيسبب احتراق للمعدن بتاعك. اي شوائب عند المعدن بتاعك او اي بواقي شمع هيحصل لها احتراق، وده هيسبب ان الثقب اللي موجود في المجسم بتاعك هيبقى لونه اسود، هيبوظ الشغل بتاعك. لان فعلا شغل كتير مني باظ، وادركت بعد مرة او مرتين ان العيب في الثقب ان هو بقى لونه اسود او الوردة بقى لونها اسود في الثقب، ان الابرة كانت عليها احترقت عمل لون اسود. فيعني الافضل ان احنا نسخن الابره بتاعتنا بالهيت جن. مفيش اي رماد ولا اي حاجه سودة في الشغل بتاعي. هنا بدات اني الون الورده بتاعتي بالوان مايكا. استخدمت لون نبيتي، وبعد كده حبيت اني ادخل على درجه الموف بالخلط ما بين النبيتي والازرق، بس ما توصلتش ليها. المهم اني هضيف بعد كده بعض اللون الذهبي في الورده الكبيره اللي هناك. الورده دي اللي هي مجموعه وردات صغيره، انا اكتفيت اني اعمل باللون الذهبي في كل ورده. في الوردات اللي هي الصغيره دي كان المفروض اني الون اللون الذهبي من قبل ما ابدا اني الزق الورده في الكيس، علشان كان صعب ان انا اوصل لكل الوردات. وفي الورده الصغيره دي اكتفيت اني الونها باللون الذهبي، حتى لو كنت حاطه عليها شويه ازرق او نبيتي، بس بعد كده ضفت عليها اللون الذهبي.